حتى قلت إلى أن إله لا يسكت ما مصايب مد وذا يا ما مصدونه إلى أن اسك إله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب حقوق الوالدين من الكبائر. باب هذا مثل باب حقوق الوالدين لبدا والد لو عاسي قروبه من الكبائر دميده واوين وكميد yahay وإلهي سبحانه وتعالى عقوبة على إلهي لوغا كسبنايو عن النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه قال إن الله حرم عليكم إلهي وحو idinka xarimay عقوق الأمهات hooyooyinka caasi garoobidooda lagu caasi garoobo hooyooyinka ayuu idinka xarimay de waalidkii waa isla mid oo aabihiin isaguna waa la mid maadaama shaqnigoodu uu xoog badan yahay oo iyaga markaas yaani dambiga laga gala uu xoog badan yahay iyo caasinimadooda oo hooyadii nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam baraka alayhi wa man'ana ilaahi waa idinka xarimay man'a al-xuquuq xaq la idinku leeyahay inaad markaa diidaan wahaati la kaale inaad tiraan ma laysa laka waxaadan adigu xaq u lahayn inaad gacanta u taagato si xoog aad ku qaato xuquuqda bini aadamka ilaahay waa idinka xarimay waa dalbanaad ilaahay waa idinka xarimay gabdhaha aasidoodii jaahiliyadii waa dhaqanka ay sameyn jireen weeye wakariha lakum ilaahay wuxuu idinka haday qiila wa qaala waxaadan hubin ilaa sheegto qiila waa leeyahay wa qaala wa kathrata su'aal su'aasha ma la yacnigaaw su'aal ma la yacni farabadideedana ilaahay subhanahu wa ta'ala waa idinka haday wa idaacat almaal maalka dayicidiisana ilaahay waa idinka haday ilaahay waa xarimayo قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم إذن كجورما بأكبر الكبائر دنبيذا واوين كوا وجسي واوين ما يدين شيئا ثلاثا سدح جورك العلي رسول صلى الله عليه وسلم قلنا بلى يا رسول الله قال رسول صلى الله عليه وسلم هي كبائر كوا واوين الإشراك بالله وعقوق الوالدين لو الوالد اللي عاش جروب وكان رسولك صلى الله عليه وسلم متكئا من حصل استيوها مركو هذا الكنوش شيء حصل من الأسرني فجلس وسوف فريستي صلى الله وسلم وبارك عليه فقال رسولك صلى الله عليه وسلم حوري ألا هو يقول وقول الزور هذا الكبينتا يسوون من الكبائر بيدو كميديها وشهادة الزور مرقات بياناتكم كبائرته كميديها رسول صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور وشهادة الزور هذا الكبينتا مرقات بياناتك اسكيل عليه كبائرته كميديها فما زال رسولك صلى الله عليه وسلم كمزول يقولها كلمة إنه ليه ألا وقول الزور وشهادة الزور حتى قلت إلى أن إله لا يسكت ما مصايب مد وذا يا ما مصدونه إلى أن اسك إله. قال عبيد الله يحيي سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر رسولك وحو حسين دنبيذا كبائر تاع أو أمس السئل وشك من الراوي أما وحى لويدي عن الكبائر رسولك كبائر تاع لويدي فقال رسول صلى الله عليه وسلم هي الشرك بالله وقتل النفس يا نفط الذي له عقوق الوالدين يا لبد والد لو عاسي قروبه